مساء الفل يا جماعة، عندي سؤال. مش حاسين الجو برد قوي بجد؟ انا استغلت الفرصة دي وعملت هوت شوكليت، وقلت بالمرة اوريكم المج الجديد بتاعي. خلاص بقى نتكلم جد. بصوا، انا مش داخلة اقول كلام كبير ولا ادي نصايح ولا اقول ان انا البنت اللي فاهمة الدنيا صح. بس بجد بعد سن ال20 انا حاسة ان انا بقيت شخص تاني، مش شخص وحش بس مختلف. والمشكلة ان انا حاسة ان الموضوع ده جه فجأة كده، يعني من غير تمهيد، من غير ما حد يقولي ان ده طبيعي. الحقيقة ان انا كنت مصدقة الكدبة بتاعت ان انا لما هكبر هرتاح وهبقى فاهمة الدنيا صح وان انا هفهم نفسي. بس الحقيقة اللي حصل كان عكس كده تماما. لقيت نفسي بفكر اكتر وبسأل اكتر وبقعد مع نفسي اكتر، مش عشان انا شخص بيحب الوحدة، بس عشان بجد دي ما بقتش بتسكت. عارفين الحاجات اللي كنتوا بتعدوها زمان بس دلوقتي انتوا بتقفوا عندها؟ يعني ممكن كلمة او موقف او نظرة يفضلوا قاعدين معايا شوية وقت كده. فبقيت اسأل نفسي، هو انا بقيت حساسة زيادة ولا بطلت استحمل ولا انا اتغيرت فعلا؟ بصراحة وعلى رأي الفنانة سميرة سعيد، ايوه اتغيرت. ما اقدرش اقولك ما اتغيرتش، يعني بقيت شخص هادي من بره، بس من جوه احساسي بقى اكتر من زمان. في شوية حاجات كنت بعملها عادي دلوقتي بقيت مش قادرة، وكان عندي طاقة ان انا ابرر المواقف لكل الناس حتى لو المواقف دي بتوجع على فكرة. يعني بفتكر البنت اللي كانت بتضحك طول الوقت وتقول مش مهم وعادي. اوقات بحن لنفسي زمان. يا جماعة انتوا مش متخيلين انا كنت اجتماعية الى اي مدى. انا لسه اجتماعية بس مش زي زمان، يعني زمان كان عندي طاقة رهيبة، كان عندي طاقة رغي وطاقة اجتماعية وكل حاجة. انا كان ممكن لو رايحة مشوار لوحدي ولقيت بنت في سني ماشية في الشارع ممكن امشي اتعرف عليها علشان نمشي انا وهي الطريق سوا. بس برضو لما بفتكر النسخة دي مني، يعني فكرة ان انا برضو كنت كتومة، يعني كنت بكتم جوايا وبعدي اي حاجة على حساب نفسي. ده ما كانش بيحصل دايما بصراحة، عشان انا برضو شخصيتي اصلا مش كده. طبعا السوشيال ميديا ما بتأثرش، تلاقي بنات في سنك مستقرين وتمام، وفي اللي بيفتتحوا شركتهم وهم عندهم 20 سنة، وفي نفس الوقت انت قاعدة بتقولي لنفسك انا تايهة، انا حاسة نفسي متأخرة، انا فين من الناس دي. بس بجد والله، ولا مش كل الناس هتبقى عايزه تقولهولك ان محدش بيبقى عارف ايه اللي ورا الصوره دي. يعني محدش عارف اللخبطه والتوهه اللي بتحصل مع الناس كلها. بس بجد بجد محدش بينشر خيبته، محدش بينشر ان هو حاسس بفشل او ان هو حاسس نفسه تايه او واقف مكانه. مش معنى كده برضو انك عرفتي كل حاجه، يعني بقول لنفسي ان انا لسه مش فاهمه كل حاجه، وعادي هفضل بسأل وهفضل متلخبطة، عشان دي رحلة مكملة معاكي. اللي بيقولك ان هو فاهم كل حاجة بجد مفهمش حاجة. بس الحاجة الوحيدة اللي فهمتها ان التغيير مش حاجة غلط، انك مش لازم تفضلي نفس البنت علشان تثبتي لنفسك ان انتي لسه كويسة. طيب بعد كل الرغي ده المفروض تعملي ايه يعني لما تدخلي لي عشرينات وتلاقي نفسك تايهة؟ بصي، انا هقولك حاجات انا عملتها، بصراحة مش دايما كانت بتنجح بس كانت بتفرق معايا. اول حاجة، بطلت استعجل نفسي وبطلت اضغط على نفسي بان انا ابقى فاهمه كل حاجه دلوقتي. فهمت ان في مراحل لازم تتعاش، مش لازم تحليها، دي مرحله انت بتمر بيها بس. عشان كده لحقت نفسي اول باول وغيرت المايند سيت بتاعتي، وكل ما اقول لنفسي يا لهوي انا متاخره اقول لا، انا بتعلم. كمان بقيت اسمع لنفسي اكتر ما بسمع للناس، لان مش كل نصيحة هتبقى مقاسك، مش كل نصيحة تنفعك، في نصايح ممكن تنفع غيرك بس ما تمشيش معاكي. وبقيت لما احتار في حاجة اسأل نفسي بدل ما اروح اسأل الدنيا كلها. بصراحة بحاول اعملها، يعني عشان في الموضوع ده لازم اسأل الدنيا كلها. تالت واهم حاجة ان انا قللت المقارنة. مش هقولك ان انا لغيتها خالص، بس قللتها. يعني مش بعمل نفسي قوية. لو حسيت ان المقارنة دي بتوجعني unfollow، ميوت، وبريح دماغي. رابع حاجة، سمحت لنفسي ان انا عادي ما بقاش كويسة، يعني عادي ابقى تعبانة ومش كويسة، يعني عادي ان يبقى في ايام ابقى مش فاهمة ومش عارفة وتايهة. وفي حاجة بجد عايزة اقولها لكم، ان اليوم الوحش مش معناه ان الدنيا كلها وحشة. فانتوا يعني يبقى التارجت بتاعكم ان انتوا بتعدي اليوم، مش ان انتوا شايفين حياتكم كلها وحشة. واخر حاجة وهي اصعبهم بصراحة، ان انا قررت اختار نفسي حتى وانا حاسة بالذنب، عشان كنت كل مرة بختار نفسي بحس بعدها بالذنب. عامة مش كل تغيير بعد ال20 بيبقى سهل، بس بيبقى حقيقي، لان انتي خلاص بتكوني في شخصيتك، واللي على فكرة هتفضل بتتجدد مع الوقت، ده طبيعي. وتلخيصا لكل اللي احنا قلناه، ولو هتاخدي حاجة واحدة بس من الفيديو ده، خدي انك مش متأخرة ولا غريبة ولا لوحدك.
كلنا جه علينا وقت ومرينا بالظروف دي، كلنا سحلنا نفسنا في مقارنات، وكلنا حسينا نفسنا تايهين وساكتين ومش عارفين ايه السبب، وكلنا حسينا نفسنا متأخرين في وقت ما. واخيرا لو انتي دخلتي العشرينات او في مقتبل العشرينات، قوليلي ايه اكتر حاجة حاسة انها اتغيرت فيكي. وبس كده، اشوفكم قريب ان شاء الله. يومكم جميل.